البطل الخفي البطل الخفي البطل الخفي، تفتكروا مين البطل الخفي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب تالتة ابتدائي، رجعنا النهاردة بدرس قراءة جديد، والدرس بتاعي اسمه البطل الخفي. تفتكروا مين يا سنة تالتة يطلع البطل الخفي في حياة كل واحد فينا؟ برافو، ممكن يبقى الأب، ممكن الأم، أي حد بيساعد الآخرين اسمه البطل الخفي. يعني أنت كمان يا حمزة ممكن تكون البطل الخفي بتاعنا؟ بالظبط كده. ليه؟ لو أنت ساعدت صاحبك في حاجة، ساعدت ماما في حاجة، ساعدت بابا أو إخواتك في حاجة، يبقى أنت هوت الإيه؟ البطل الخفي اللي الكون كله ما يقدرش ينكر إيه؟ وجوده. ومعنى الخفي هوت إن أنت بتشتغل باللي انت بتطلعه من جواك، يعني ان انت مش منتظر مقابل من حد، يعني انت نهوت بتشتغل في صمت، عارف ان انت بتعمل شغلك كده هوت في صمت خالص. هو ده اسمه البطل الخفي، ان انت بتعمل اللي عليك من غير شوشره ومن غير شو بقى، وبصوا حمزه بيعمل ايه، بصوا حمزه بيعمل ايه. لا، انت بتعمل الحاجه دي عشان انت حاببها، مش عشان الناس تقول عليك ولا تطلع ايه في الترند. صح يا سنه تالته؟ من الترند. يلا بينا نشوف حصتنا النهارده. اول حاجه باسم الدرس بتاعي اسمه ايه يا سنه ثالثه؟ اسمه البطل الخفي. تفتكروا ايه اللي هيحصل معانا النهارده؟ بص بقى الدرس بيقول لك ايه. نحن نحب معلم اللغه العربيه. شكرا يا سنه ثالثه، بس المدرس بتاعي هو اسمه الاستاذ احمد مش انا. نحن نحب معلم اللغة العربية الأستاذ أحمد. الأستاذ مين؟ الأستاذ أحمد، وهو يحبنا كثيرا ودائما يعلمنا معلومات مفيدة. يبقى الأستاذ أحمد بيعمل لهم إيه يا سنة تالتة؟ بيعلمهم معلومات مفيدة. بيعلمهم معلومات مفيدة من خلال إيه؟ ألغاز مسلية وإيه؟ وجميلة. يعني إيه ألغاز؟ عارف أنت لما يقولك الفزورة؟ انا النهارده هقول لك فزوره، ايه اللي مش بيطير وايه اللي نص مش عارف ايه. دي الفوازير طبعا اللي انتوا قرفني بيها يا سنه ثالثه، اللي انتوا ايه قرفني بيها ليل ونهار، وتقولوا لي ميس هنقول لك فزوره وجاوبي عليها، ميس هنقول لك فزوره وجاوبي عليها. ماشي، يبقى نقط الاستاذ احمد بيدخل الحصه بتاعته وهو بقى اللي بيقول ايه الالغاز المسليه والجميله، وبالتالي الطلبه ايه بتحب الحصه بتاعته عشان ايه؟ يتعلموا منها. يبقى بيستخدم الالغاز عشان الطلبه تتعلم منها معلومات مفيده. في بدايه حصه اللغه العربيه دخل الاستاذ احمد مبتسما. عاملين ايه النهارده يا سنه ثالثه؟ كويسين يا مستر. طب انا هقول لكم لغز بقى النهارده. وقال اليوم سوف اقدم لكم لغزا ولكنه ليس كأي لغز. وقال ليس معلما ولا مديرا لكنه بطل، إذا غاب نشعر بأن هناك شيئا مهما ناقصا وبدونه لا نستطيع أن نلعب في فناء المدرسة. اللغز كله في الحتة دي سنة ثالثة، وهو يحرسنا ويحرس مدرستنا، إنه من أهم الأشخاص في المدرسة. فمن هو؟ تفتكروا هو لا مدير ولا مدرس، ده حد مهم جدا بيحرسنا في فناء المدرسة، ومن غيره نحس إن احنا ايه ضايعين وفي شيء ناقصنا عشان هو بيحرسنا. تفتكروا مين؟ وبيكون كمان في فناء المدرسة، يعني في الساحة، في الجاردن، يعني أيوه في الجاردن. تفتكروا هيبقى مين؟ برافو، اسمك مصطفى. كلنا نسقف مع بعض المصطفى يا سنة ثالثة. قال الإجابة صحيحة زي صاحبنا أنس. تمام، اللي هو هيبقى مين بقى يا سنة ثالثة هنا؟ لا، ما أنا مش هقول لك، ركز معايا بقى. تمام، يلا بينا. همس التلاميذ. قال المعلم سوف أعطيكم مساعدة، إنه أول من يصل إلى المدرسة وآخر من يغادرها. خد بالك أنا مصطفى جاوبها وأنس في الدرس هنا هو اتعرف يجاوبها. تمام، بس المدرس كان بيحاول يساعد إيه بعض الطلبة علشان يوصلوا للإجابة زي ما مصطفى وزي ما أنس وصلوا لها. تمام، زميلنا أنس صح يعني إيه؟ قال بصوت عالي أنا عرفته.
العم أمين حارس المدرسة الأمين. أيوة يا مستر أنا عرفت ده مين، أنت بتتكلم على عم أمين الحارس الأمين. يبقى اللي بنتكلم عليه مين؟ العم أمين الحارس الأمين بتاع المدرسة بتاعتنا، حارس المدرسة بتاعتنا. طب اشمعنى حارس المدرسة اللي المستر بالذات اختار ان هو يتكلم عنه؟ تعالوا نشوف مع بعض. فكرنا جميعا وقلنا صحيح يا أنس، العم أمين طيب جدا. يبقى العم أمين ماله سنة تالتة؟ حد طيب جدا. ويخاف علينا، نراه عند دخول المدرسة في الصباح، نراه عند دخول المدرسة في الصباح وعند الخروج منها في نهاية اليوم الدراسي، وهو الذي ينظف فناء المدرسة ويجعلها جميلة وآمنة. حقا إنه شخص مهم. هنا بنتكلم على مين؟ على العم أمين. كلنا طبعا يا سنة تالتة في حياتنا العم أمين في أي مدرسة، الشخص اللي بيبقى بيحرس المدرسة وبيسأل كل واحد انت واخد مين معاك، وبيعرف عدد الطلبة ومين اهاليهم علشان محدش يجي يخطفهم من المدرسة. ده مش كده بس، ده بيقول لك كمان ان هو بينظف الفناء بتاع المدرسة، يعني من الاخر بيخلي المدرسة آمنة وان احنا نحس بالامان في وجود العم ايه؟ في وجود العم أمين. يلا نكمل مع بعض. ابتسم الأستاذ أحمد وفرح بكلامنا. مين اللي ابتسم يا سنة تالتة؟ المستر، الأستاذ أحمد بقى ابتسم أو فرح بكلامنا، تمام، وقال إجابتكم صحيحة. تذكروا دائما أن البطل هو الشخص الذي يساعد الآخرين ويكون له دور في حياتهم. يبقى أستاذ أحمد هنا سنة تالتة ليه ابتسم؟ عشان الطلبة عرفت الإجابة الصحيحة. ده مش كده بس، وكمان قال لهم إن البطل الحقيقي هو اللي بيبقى ليه دور في حياة الآخرين، اللي بيساعدهم بدون مقابل، ولا هو بيطلع علشان إيه؟ بيعمل حاجة كويسة عشان يطلع ترند ويبقى معروف. ماشي؟ طيب نلخص كده الدرس بسرعة. مستر أحمد مدرس اللغة العربية، الطلبة بتحبه عشان بيقول لهم معلومات وألغاز مفيدة وبيتعلموا منها معلومات جديدة. اقترح عليهم اللعبة أو اللغز النهاردة، أو اللغز كان عبارة ده مش مدرس ولا مدير، ده حد بيحرس المدرسة وبيحمينا وبينظف فناء المدرسة. تفتكروا ده مين؟ الطلبة أو أنس ومصطفى معايا النهاردة هم اللي جابوا الإجابة الصحيحة وقالوا إن هو إيه؟ حارس المدرسة. وبالفعل طلعت الإجابة ان العم امين حارس المدرسه، او هو دوت الشخص الامين، او هو دوت البطل الحقيقي اللي بيخلي المدرسه امنه وجميله، وان احنا ما بنخافش في وجوده، ولو غاب عننا هنحس ان في شيء مهم ناقص مننا. وبعد كده ايه اللي حصل؟ المستر او الاستاذ احمد ابتسم لان الطلبه فهمت المعنى بتاع الدرس، ان البطل الحقيقي هو اللي بيبقى ليه دور في حياه الاخرين حتى لو كان ايه؟ دور صغير. نشوف المعاني بقى يا سنة تالتة مع بعض. نشعر يعني ايه؟ نحس. نشعر يعني نحس. فناء ساحة واسعة. خلي بالك من الكلمة دي يا سنة تالتة مهمة. فناء يعني ساحة واسعة، ودي مكتوبة في كتاب المدرسة. فناء يعني ساحة واسعة. يحرسنا يعني ايه؟ يحمينا. يحرس يعني يحمينا. همس. انت سامعين حاجة؟ هفس بقى يعني ايه؟ يعني تحدث بصوت منخفض. تحدث بصوت منخفض. طيب يغادر يعني ايه؟ يترك. انا سبت المدرسة يعني ايه؟ تركتها. صاح يعني رفع صوته. صاح يعني ايه؟ رفع صوته. نشوف مع بعض الكلمة ومضادها او الكلمة وايه؟ وعكسها. مفيدة عكسها ايه؟ ضارة. شيء مفيد يبقى عكسه ضار. بداية عكسها نهاية. غاب عكسها ايه؟ حضر. حد غاب عكسها ايه؟ حضر. حسين جه؟ لا حسين ما جاش، يبقى غاب وحضر. نستطيع عكسها ايه؟ نعجز. همس يعني ايه بقى؟ ده ايه؟ تحدث بصوت منخفض، لكن عكسها ايه؟ ده صاحة، يبقى عكس همس ايه؟ صاحة. من الكلمات المهمة يا سنة تالتة. يغادر عكسها ايه؟ يصل ويأتي. أنا لسه واصل حالا يا ماما، لسه واصل حالا. الأمين عكسها إيه؟ الخائن. صحيح عكسها إيه؟ خطأ. طيب مش طبيب. طيب
عكسها ايه؟ شرير وخبيث. انت شخص شرير وخبيث، شايفاك شخص شرير. يخاف عكسها ايه بقى؟ يطمئن ويأمن. انت حاسس بخوف؟ لا، لكن لما بتلاقي بابا وماما بتحس بايه؟ بالامان والايه؟ والامن. جميلة عكسها ايه؟ قبيحة. عكس آمنة خطرة، شيء آمن عكسه شيء خطر. حقا عكسها ايه؟ باطلا، مهمة بردك احفظوها. فرح عكسها ايه؟ حزن. تذكروا عكسها ايه؟ انسوا. تذكروا ده انا نسيت يا ميس ان انا عليا لسه الواجب والتدريبات. تذكروا ان لسه في فيديو واجب وفيديو تدريبات. نكمل مع بعض. المفرد والجمع. نكمل بقى. البطل جمعها ايه؟ الابطال. اللغة جمعها اللغات. الأستاذ الأساتذة. بداية جمعها بدايات. جمع حصة حصص. جمع مدير مديرون. جمع المدرسة المدارس. جمع فناء أفنية، دي في كتاب المدرسة برضو. أول جمعها أوائل. آخر جمعها أواخر. العم الأعمام. الحارس الحراس. وإيه؟ حراس وحرس. جمع الحارس حراس وحرس. الأمين جمعها الأمناء. إجابة إجابات. دور أدوار. وجمع مدير كمان يا سنة تالتة تبقى مدراء. جمع مديرون، جمع مدير مديرون ومدراء. جمع دور أدوار. طب جمع كلمة حياة، حد عارفه؟ جمع ايه؟ حياة هتبقى حيوات. جمع حياة حيوات. نيجي بقى لايه؟ للمفرد والجمع، ولا العكس؟ الجمع والمفرد؟ العكس، الجمع والمفرد. الغاز مفردها لغز. التلاميذ مفردها تلميذ. الآخرين مفردها الآخر. نكمل مع بعض. سين وإجابة، سؤال وإجابة، سين جيم، أنا أسأل وأنت تجيب. يلا أول سؤال بيقول إيه سنة تالتة؟ ماذا يعمل العم أمين؟ العم أمين كان بيعمل إيه سنة تالتة؟ العم أمين هو حارس المدرسة والمسؤول عن نظافة فناء المدرسة. نيجي للسؤال الثاني. ماذا يتعلم التلاميذ من الغاز الأستاذ أحمد؟ بتعلموا ايه من الغاز الأستاذ؟ طلع لي لسانك فيها كده. الأستاذ أحمد. يتعلمون منها ايه؟ المعلومات المفيدة. رقم 3. كيف ساعد المعلم التلاميذ لمعرفة حل اللغز؟ لما قعد يقول لهم ايه؟ ده حد مش عارف ايه وحد ايه، لما أخبرهم بأنه أول من يصل إلى المدرسة وآخر من يغادرها. أول واحد بيجي وآخر واحد بيمشي. رقم 4. بماذا يشعر التلاميذ عند غياب العم أمين؟ لو عم أمين غاب إيه اللي هيحصل؟ يشعرون بأن هناك شيئا مهما إيه؟ ناقصا، في شيء مهم ناقصنا. رقم 5. ماذا تقول لزميلك؟ سؤال ليك أنت بقى. ماذا تقول لزميلك الذي يرى أن دور حارس المدرسة غير مهم؟ يا عم حارس المدرسة ايه اللي انت بتقول عليه ده بس؟ فكك يا عم ومش عارف ايه ويقعد يعمل كده، صح؟ ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. هتقول له ايه بقى؟ ايه؟ اقول له حارس المدرسة يحرس المدرسة ويعتني بها، وبدونه لن تكون المدرسة آمنة أو منظمة. عيب كده يا عماد لما تقول كده على عم أمين أو على أي حد تاني حارس مدرسة. ليه؟ لأن هم دولت اللي بيخلوا المدرسة منظمة وجميلة وآمنة. يبقى كده الإجابة إيه؟ صحيحة. نكمل مع بعض. كيف؟ سؤال رقم 6. كيف تعبر عن شكرك لحارس مدرستك؟ السؤال بردك ليك يا سنة تالتة. لو أنا دلوقتي طلبت منك إن أنت تشكر الحارس بتاع المدرسة بتاعتك هتقول له إيه؟ أو إيه اللي هتعمله؟ تقولي إيه؟ أحترمه وأبتسم في وجهه، أقول له إزيك يا عم أحمد، تمام؟ وألقي عليه التحية عند الدخول المدرسة وعند الخروج منها. مع السلامة يا عم أحمد، هشوفك بكرة. نيجي للسؤال اللي بعده.
بماذا تصف شخصية العم أمين؟ قلنا عم أمين كان عامل إزاي؟ العم أمين شخص مجتهد في عمله، غير إن هو طيب، إحنا عايزين نقول صفات تانية. يبقى العم أمين إيه؟ شخص مجتهد في عمله وأمين وحريص على التلاميذ وعلى نظافة المدرسة وهو رجل طيب. عد كده معايا إيه صفات العم أمين؟ راجل مجتهد، شخص أو رجل مجتهد في عمله بيتقن عمله، شخص أمين، حريص على التلاميذ وعلى نظافة المدرسة، ورجل إيه؟ طيب. نيجي للسؤال اللي بعده. لماذا فرح الأستاذ أحمد بإجابة التلاميذ في نهاية القصة؟ دي الإجابة هنمسحها يا سنة تالتة ونكتب مكانها إجابة تانية. يبقى لماذا فرح الأستاذ أحمد بإجابة التلاميذ في نهاية القصة؟ لأنهم إيه؟ لأنهم أجابوا إجابة صحيحة وعرفوا إيه؟ وعرفوا من هو البطل الحقيقي، وعرفوا من البطل الحقيقي. ونقطة البطل الحقيقي اللي احنا بنقول مين؟ اللي هو بيساعد الآخرين، يبقى البطل الحقيقي. وعرفوا من البطل الحقيقي وهو مين؟ الذي يساعد الآخرين. عشان كده المدرس ابتسم لهم وقال لهم برافو. نيجي للسؤال اللي بعده. العم أمين شخص مهم للمدرسة والتلاميذ، هل تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟ انت شايف ان العم أمين وجوده مهم في المدرسة وللتلاميذ؟ صح ولا غلط؟ او نعم ولا لا؟ عشان عايزين نوت السؤال بايه؟ بهل. يبقى تقولي نعم او لا وايه السبب؟ طبعا الإجابة ايه؟ نعم اتفق. ليه؟ لأنه يحرص المدرسة ويهتم بنظافتها ويحافظ على التلاميذ ويحميهم. نكمل مع بعض. ما رأيك في طريقة الأستاذ أحمد في تعليم التلاميذ؟ إيه رأيك في طريقة الأستاذ أحمد لتعليمه للتلاميذ؟ هنقول طبعا الطريقة كانت إيه؟ طريقة حلوة زي سنة تالتة. شكرا. طريقة رائعة. هنقول طريقة إيه؟ طريقة رائعة لأنها إيه؟ تجعل التلاميذ متحمسين ومتفاعلين معه. صح؟ أيوه، بدليل إن مصطفى جاوب على الإجابة. خلاص كده صح؟ طبعا كل طلابي حبايبي في ثالثة ابتدائي اللي بيشوفوني أنا مبسوطة بيهم جدا ومتحمسة إني أتعرف على كل واحد فيهم. دلوقتي يا سنة ثالثة هيتقال لك ايه بقى؟ اكتب رسالة بسيطة توجهها الى العم امين. ده سؤال ليك انت برضك، عايز يشوف مدى استيعابك. لو انت عايز تكتب رسالة للعم امين تفتكر ايه اللي ممكن نكتبه له؟ مش انا طبعا، انت هتقول له ايه؟ شكرا لك يا عم امين، انت مهم في حياتنا. طب هو انا لازم اكتب له الاجابة دي يا ميس؟ لا، اكتب اي حاجة تانية، بس طبعا هتبقى كلمات ايه؟ طيبة وجميلة هتشكر فيها العم امين. نيجي للسؤال اللي بعده. إذا طلب منك رسم لوحة تعبر عن أهمية مهنة العم أمين، يبقى إذا طلب منك رسم لوحة تعبر بها عن أهمية مهنة العم أمين فماذا سترسم؟ إيه اللي ممكن ترسمه؟ طبعا السؤال دوت هيبقى محتاج منك إن أنت ترسم، تتخيل وترسم. وإحنا نوت ممكن نتكلم عن الدرس اللي هو مين؟ أيوة، بتاع هبة اللي كانت بترسم ده. حد فاكره؟ زعلانة منكم يا سنة تالتة. من فضلك كرر المحاولة. من فضلك كرر المحاولة. ماشي؟ هتقولي ايه بقى؟ سأرسم بطلا يمسك درعا ويقف أمام المدرسة وخلفه يلعب التلاميذ بأمان. عايز بقى تقولي هتعمل صورة، الصورة دي شكلها عامل ازاي؟ ان انت هترسم العم امين وهو فعلا هيبقى واقف على المدرسه والطلبه بيقفوا بيلعبوا من وراه وهو واقف بقى ايه بالزي الرسمي بتاع المدرسه. مش الزي الرسمي، انا قصدي يعني اليونيفورم بتاع العاملين اللي في المدرسه. تمام؟ دلوقتي يا سنه ثالثه هنكون وصلنا لايه؟ لنهايه حصتنا. هنعرف منين؟ تعالى اعمل كده معايا. ما بتقلبش، يبقى احنا وصلنا لايه؟ لنهايه الحصه بتاعتنا. هقول لك ايه؟ البطل
الخفي من يساعد الآخرين فكن بطلا خفيا يا بني. ميس هدى. وإلى هنا أيها الأحباب بتنتهي حصة النهاردة، وخليك فاكر النصيحة دي، خليك بطل خفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.